في حاجة غريبة بنعملها لما بنقرر نسيب حاجة، بنحاول نكرهها ونقول دي أصلا ما كانتش تستاهل، أنا أصلا ما كنتش مبسوط، هو أصلا شخص مش كويس، المكان ده على فكرة كان وحش، مع إن الحقيقة أحيانا أبسط من كده بكتير. وفي نفس الوقت أصعب، إن الحقيقة بتكون إن الحاجة دي فعلا حلوة بس هي مش مناسبة ليك دلوقتي. انت ممكن تحب الشخص ده، بس انت أدركت إن استمرار العلاقة مع الشخص ده مش صح. ممكن تحب المكان بس وقتك يكون فيه خلاص انتهى. ممكن يكون عندك حلم جميل بس بعد فترة بتكتشف ان الطريق ده مش طريقك، سبحان الله. وده مش معناه ان كل اللي فات كان غلط. في فرق كبير بين انا سبت حاجة لانها فعلا وحشة، او انا سبتها لانها ما بقتش مناسبة ليا. وده واحد من اصعب انواع النضج، انك تعرف تمشي من غير ما تحتاج تحول الحاجة اللي سبتها لعدو ليك. احنا احيانا بنتمسك بحاجة مش لانها لسه مناسبة، لكن لاننا دفعنا فيها وقت كتير او مجهود او فلوس. وده ليه تفسير نفسي معروف اسمه مغالطة التكلفة الغارقة، sunk cost fallacy. يعني مثلا ذاكرت تخصص سنة كاملة فتكمل فيه حتى لو اكتشفت ان هو مش مناسب، مش لانك عايزه، لكن لانك بتقول حرام السنة اللي ضاعت. او بتكمل في عادة متعبة او مشروع مش نافع او علاقة مرهقة، بس عشان ايه؟ اصلا انا استثمرت فيها كتير. الوقت اللي فات اتصرف فعلا، لكن السؤال الاهم انا خسرت قد ايه؟ لو بدأت من النهاردة هل هختار نفس الطريق؟ لو الإجابة لأ، فالاستمرار هنا مش وفاء. الاستمرار بيكون مجرد خوف إنك تعترف إن قرارك اتغير وإن ميولك اتغيرت. في حاجة تانية بتخلينا نكره اللي بنسيبه، احنا بنحاول نحمي نفسنا من الندم. لان لما بتقول انا لسه بحب الحاجة دي بس اخترت اسيبها، الموضوع بيبقى اصعب. لكن لما تقول دي كانت وحشة اصلا، بتحس ان اصلا قرارك سهل، فاهم؟ اللي هو عطيت لنفسك مبرر. بس النضج مش انك تغير الماضي عشان تعرف تكمل، النضج انك تقول كانت جميلة في وقتها، خلاص ما بقتش مناسبة. انا ممتن للحاجات الحلوة اللي حصلت فيها، ولكن مش لازم اكمل فيها للابد. لازما نفكر بطريقة مختلفة، نفكر صح عشان تقدر تسيب حاجة من غير ما تكرهها. جرب تفضل يعني تفصل ما بين الامتنان والاستمرار. ممكن تكون ممتن للمرحلة الدراسية وما تكملش فيها، ممتن لصديق واخد مسافة أو مساحة معاه دلوقتي اللي هو مش زي الأول. ممكن تحب مكان وتنقل منه، تكون متعلق بحلم وفجأة يتحول الحلم ده وتسيبه ويبقى عندك حلم تاني. الامتنان مش عقد بيلزمك بالبقاء. ما تخلطش بين الفشل وتغيير الاتجاه. الطيار لو اكتشف ان الطقس اتغير بيغير المسار، مش بيقول اصل انا بدأت في الاتجاه ده فلازم اكمل حتى لو الطريق بقى خطر، لأ. في الحياة احيانا تغيير الخطة مش ضعف، ده دليل انك بتراقب الواقع ومش عايش على العناد. بس خد بالك، مش معنى ان الكلام ده ان اول حاجة ما تتعبك بتسيبها، لا. في فرق بين حاجة صعبة وتستحق الصبر بقى وبسعى وبج... و... وبجتهد والكلام ده، وبين حاجة بتستنزفك ومش مناسبة ليك وبتاخد منك وقت وجهد وتعب ومش بتاخدك للمكان اللي انت عايزه. عشان تفرق بينهم طبعا اسأل نفسك، انا عايزة اسيبها عشان انا تعبت مؤقتا وحاسس بقى بزيادة مسؤولية، ولا عشان انا فعلا عرفت انها مش مناسبة؟ لو مفيش خوف من كلام الناس هل كنت هختار ان انا اكمل فيها؟ لو مفيش وقت ضاع بالفعل هل كنت هختار الحاجة دي من تاني؟ الأهم إن أنا متمسك بيها حبا فيها ولا خوف من خسارتها. وفي النهاية مش كل حاجة بنسيبها لازم نكرهها، في حاجات دورها في حياتنا انتهى لكن قيمتها ما انتهتش. في أشخاص علمونا حاجات، وفي مراحل شكلتنا، وفي أحلام خلتنا نكتشف نفسنا ونبدأ من جديد. وبعد كده جه وقت نمشي. فبدل ما تقول أنا بكره الحاجة دي عشان قدرت أسيبها، ممكن تقول أنا بحترم اللي كنت عليه في حياتي. أنا بحترم نفسي إن أنا عرفت إمتى أكمل وإمتى أمشي أو أوقف. لأن أحيانا أجمل طريقة لإنهاء حاجة إنك ما تشوهش ذكرها، ما تضيعش مستقبلك عشان الشيء ده. سيبها بسلام، خد منها الدرس واشكر ربنا على الخير اللي كان فيها وكمل. مش لازم تكره الباب عشان تعرف إن وقتك حان إنك تخرج منه.